فيلمنا النهاردة جاكي شان مصوره إهداء لكل الممثلين اللي بيعملوا مشاهد صعبة بنفسهم، ويعرف الناس قد إيه حياتهم معرضة للخطر. عشان كده الفيلم ده يعتبر إن هو مصنف من أجمد الأفلام لسنة 2023، وكمان من أحلى الأعمال اللي عملها جاكي شان على مدار مسيرته. لكن الأول لو أنت جديد معانا في القناة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد لينا. بيبتدي فيلمنا بحصان اسمه لايت وهو بيشد صاحبه لو من على السرير وبيخليه يروح يشرب. الحصان ده مربيه له من زمان علشان كده بيحبه ومخلص ليه وفاهمه كويس جدا جدا، وكان بياخد حصانه وبينزل بيه الشارع وبيسترزق بيه كمان. وفي مرة لو هو قاعد جاله شوية شباب كده وشكلهم ناويين على نوش، اكمن هو كان سالف منهم فلوس ومسددهاش لحد دلوقتي، بس هما كانوا زهقوا منه بسبب ان هو بيماطل معاهم في السداد، وقالوا له احنا هناخد منك حصانك ده مقابل الفلوس اللي انت خدتها مننا. لكن جاكي شان طبعا رفض، وقامت بينهم عركة كبيرة جدا، وبعد كده نط من فوق على الحصان وبدأوا هما الاتنين يضربوا فيهم. بعد كده خدوا وجري وراحوا في مكان كده واستخبوا، ولقوا في المكان ده احصنة تانية، ولايت راح يستخبى وسطهم وعمل نفسه واحد منهم وعدى الموقف ده. لكن اليوم اللي بعده جه جاكي شان اتنين محامين وبيقولوا له ان الحصان ده اتحجز عليه بسبب ان رجل الاعمال اللي كان مديهولك اعلن افلاسه دلوقتي واتحجز على كل ممتلكاته. لكن لو طبعا رفض يديهولهم، وطلع واحد اقرع كده من كوم قش ومراته معاه، وراحوا دافعوا عن لو والاتنين المحامين قلقوا ومشيوا. ومرات الراجل ده قالت له انت لازم تشوف محامي يشوف لك القضية دي ويساعدك فيها، بس هو ما كانش معاه فلوس، فقالت له روح لبنتك خليها تساعدك. بس لو كان محرج يروح لها لان هو ما شافهاش من 6 سنين. لكن هو بعد كده قرر انه يروح لها، واول ما شافته قالت له انت ايه اللي جابك هنا، وقالت له انا مش هقدر اساعدك، وسابته ومشيت. وبعد ما روح جاله راجل كان منتج افلام وقال له انا عاوزك انت وحصانك تشتغلوا معايا. قال له انا شفت خناقتك من يومين مع الشباب في الشارع، كان حد صورها ونزلها على النت، وعجبني ادائكم جدا مع بعض. وقال له انك انت والحصان هتعملوا المشاهد دي بجد مش هتبقى خدعة سينمائية. وفرح جاكي شان جدا وخد المنتج ده للحصان ووراه قد ايه هما منسجمين مع بعض، والحصان كمان بيسمع كلامه في اي حاجة بيقولها له. ولو خد الحصان وعاوز يدربه، لكن الحصان كان بيرخم عليه ومش بيسمع كلامه. وهنرجع لبنته لو اللي كانت قاعدة مع حبيبها وبيقول لها ان هو عايز يتقدم لها، وبيطلب كمان ان هو يشوف اهلها، لكن هي قالت له ان هي يتيمة وخلاص وانا مبقتش افكر في الجواز دلوقتي. وبعد كده لقت بنت مع ابوها في الشارع واتأثرت بيهم جدا، افتكرت كلام امها وهي بتقول لها حسني علاقتك بابوكي، لكن هي كانت رافضه الفكره تماما، وافتكرت لما ماتت امها وابوها جالها العزاء، لكن هي طردته، وكانت مامتها موصياها قبل ما تموت ان هي لازم تحسن علاقتها بابوها. وفعلا اليوم اللي بعده راحت لابوها وبصت له من بعيد كده، لكن برضه خدت بعضها ومشيت، وراحت قعدت في مطعم وشافت ابوها ومعاه الحصان بيتحايل على الناس عشان يتصوروا مع الحصان مقابل الفلوس يعني. وفي اللحظة دي بدأ أبوها يصعب عليها. بعد كده لو خد حصانه وروح البيت ولسه عمال بيقنع في حصانه إن هو يتدرب. بعد كده جات له بنته ودخلت شقته، لقيته معلق صورها في كل حتة، وشافت كمان ورق القضية وقالت له أنا هقول لحبيبي يجي يساعدك. وفعلا قالت لحبيبها وجي قابل أبوها، بس حبيبها كان قاعد مرتبك كده. واول ما جاكي شان قال له انت بتعرف الفنون القتاليه، شرق الواد وقال له انا بعرف اقاتل عشان شغلي واغير من حياتي للاحسن، مش عشان في اخر حياتي اتسجن وبس. لكن بدأ له ما يبقاش طايقه، وبعد كده دخلت عليهم البنت وغير له من كلامه وبدأ يضحك كده في وشه، وقال له يا عم تعالى احكي لك حكايتي انا والحصان. انا من 3 سنين كان ليا فلوس عند واحد وقال لي تعالى خد مكانها حصان، وانا وافقت. واول لما دخلت الاسطبل لقيت حصان تعبان ومتصاب كمان في رجله، صعب عليا جدا من نظرات عينيه، وبدات اكلمه لقيته بيستجيب ليا، وفعلا خدته وروحته البيت وبدات اعالجه وربيته لحد ما كبر. والحصان ده فاهم اللي حصل وشايل لي كل ده، ودلوقتي بيجي شويه محامين يقولوا لي هناخد منك الحصان. وبدأت البنت تتعاطف مع باباها وترجع تحبه، واليوم اللي بعده خد له الحصان علشان يروحوا يمثلوا. لكن الحصان خاف لما لقى الناس دي كلها وبوظ لهم المشهد، والمخرج فضل يزعق في جاكي شان وقال له تشوف لنا دلوقتي حصان غيره، انت كده هتبوظ لنا المشهد خالص. وزعل له ومشي، والحصان كان بيحاول يصالحه. وراحت له بنته بعد كده وقالت له انت هتقدر تعمل المشهد ده حلو قوي، وتشجع الحصان. وراحوا تاني مكان التصوير ولقى لايت حصان تاني غيره هناك، فاتخانق معاه وطرده من اللوكيشن. والمخرج قال له خلاص سيبوه يعمل المشهد، وفعلا عملوه ومثلوه حلو جدا جدا وابهروا كل الناس اللي كانت موجودة هناك.
وبنته كمان فرحت جدا جدا وبدأت تحب أبوها والحصان. بدأوا كمان يقربوا من بعض أكتر، وبعد كده بنته بتقوله أنت لازم يتعمل لك عقد معاهم علشان تبقى عارف الفلوس اللي هتاخدها إيه ومحدش يضحك علينا. وقالت له أنا اللي همسك لك الموضوع ده. وبدأت تروح معاه في كل مشاهده، وكمان بدأت بتقلق لو في أي حاجة وحشة حصلت له. وبعد كده خد حبيبها وبدأ يدربه على الفنون القتالية علشان ينشف شوية يعني. وهنروح لمشهد تاني، ورجل الأعمال اللي المفروض هياخد الحصان من لو، وكان بيحاول يقنعه بكده لكن لو كان بيرفض الفكرة تماما. وبعد كده جاله الاتنين محامين عشان ينفذوا أمر المحكمة، لكن لو برضه كان بيرفض، والحصان خد الورقة بلها ورماها. وبنته قالت لهم احنا هننقض على الحكم ده. وبعد كده الحصان زقهم وطردهم. وهنيجي له اللي كان معترض يعمل مشهد تصويري لان هو بيقول لهم ان المكان ده ضيق جدا والحصان صعب ينط في الحتة دي. وبدأ الراجل يتكلم مع بنته ويزعق ويقول لها ان الكلام ده كله ومساحة اللوكيشن مكتوبة في العقد اللي بينا، واللوكيشن ده كلفني مبلغ كبير جدا وصعب اغيره. بدأت البنت تعيط، لكن جه له زعق له وقال له اياك تكلم بنتي كده تاني، انا خلاص هعمل المشهد ده. وطبعا البنت كانت قلقانة جدا عليهم، لكن جاكي شان والحصان عملوا المشهد ده ولا أروع، والناس كلها انبهرت. وبعد كده أخد بنته وراحوا يحتفلوا في مطعم بره، لكن جالهم نفس العيال الرخمة. ولو قال لهم مش وقته، أنا دلوقتي قاعد مع بنتي. لكن هو قال لهم أنا مش هتحرك من هنا غير لما آخد فلوسي، وحاول يمد إيده على بنته، لكن الحصان ضربه وطيره. وقامت بينهم خناقة كبيرة تانية، وجي جاره وفضل يضرب معاه بعد كده. وروحه هو وبنته، وهي كانت فخورة بيه جدا جدا لأن باباها دافع عنها وحضنته وقال لها له ما تسيبنيش تاني أبدا. وبعد كده مشيت مع خطيبها وكانت متأثرة جدا لأن هي ما كانتش عاوزة تسيبه. وبدأ لو يفتكر بنته وهي صغيرة، وكمان افتكر سبب طلاقه من مامتها وانه كان دايما بيرجع متأخر من شغله، ودي كانت حاجة بتضايقها جدا جدا. وهنرجع له والحصان اللي كان بيصور مشهد لوحده وسط انفجارات، لكن وهو بيجري رجله اتلوت واتصاب كده، لكن لو بيضغط على الحصان وبيخليه يصور مشاهد تانية كتير. وطبعا الحصان رجله بتوجعه اكتر. وبنته هتبدأ تكلمه وتقول له ارحم الحصان شوية، لكن هو بيقول لها ده شغلنا واحنا بنعرف نعمله كويس جدا جدا مهما كان المشهد صعب وخطر. وفي يوم وهم بيصوروا واحدة زميلتهم اتصابت إصابة جامدة، وعرف كمان ان هي مش هتقدر تقف على رجليها تاني. وجوزها كان بيعيط وبيقول له ان شغلانتنا دي صعبة جدا وخطر، وكان متأثر جدا لو باللي حصل. وفي يوم تاني لو راح قابل عيلة خطيب بنته، وبنته بتقول لهم ده بابايا وانا فخورة بيه جدا. وبعد كده جاكي شان بيقول لهم يا ريت ما ترفضوش بنتي بسببي، وبدأ يقول لبنته ان هو مش هيسيبها تاني خالص وهيعمل اي حاجة عشانها، بس المهم تبقى فخورة بيه وسعيدة. وبعد كده بنته بدأت تقول له انت بجد يا بابا هتعمل عشاني اي حاجة؟ فقال لها اه. فقالت له خلاص بطل انت والحصان الشغلانة دي عشان انا شايفاها خطر عليكم. لكن لو بيرفض وبيقلب وشه كده وقال لها ده شغلي. فبنته زعلت جدا جدا وقالت له انت عمرك ما هتتغير، وسابته ومشيت. وبعد كده لو راح صور مشهد هو والحصان، لكن الحصان كانت رجله وجعاه من الإصابة اللي حصلت له قبل كده. فلما جرب لو ما قدرش ووقع لو من فوقيه واتخبط في دماغه على الأرض، ولو الأغمى عليه ونقلوه بعد كده المستشفى. وهنيجي المشهد تاني وبنته راحت له البيت علشان تشوف ورق القضية، ولقت بوليس التأمين وقال إن بنته هي اللي تستفاد منها. ولقت كمان فلاشة ففتحتها فلقت أبوها مصور كل لحظة بينهم، والفيديوهات اللي كانوا بيتصوروها في مطاعم بره من كاميرات المراقبة. جه جارها وقال لها إن لو بيحبك جدا جدا رغم قسوتك عليه، ودايما كان بيستنى اليوم اللي هيشوفك فيه. وراحت له من المستشفى واتأسفت له وصالحته وحضنته كمان. وبعد كده طلعوا من المستشفى روحوا البيت، وهي وخطيبها كانوا جايبين له لبس جديد كتير، وقالت له بقى ارمي هدومك القديمة دي كلها. وبعد كده بدأ يفرجها على أفلامه القديمة وقد إيه كان بيعمل مشاهد صعبة وخطر وكان بيتعب فيها جدا جدا، والمشاهد دي فعلا لأفلام كان عملها زمان. وهيبدأ يحكي لها سبب أزمة ديونه، وقال لها إن هو في مرة وهو بيعمل مشهد وهو بينط ممسكش في الحبل فوقع من مسافة عالية جدا جدا، وجات له غيبوبة ما فاقش منها إلا بعد شهور كتير. ولما طلع من المستشفى ما كانش بيتكلم كمان، والناس كلها اتخلت عنه فدخل في حالة اكتئاب وما عرفش يصارح امها باللي حصل. فهي كانت شايله منه، بس هي قالت له انا خلاص مسامحاك نيابه عن ماما. وهنروح لمشهد تاني وفي حراميه بيحاولوا يخدروا الحصان ويسرقوه، لكن الحصان فاق وضربهم، ولو صحي على الصوت وراح اتخانق معاهم وضربهم جامد.
واداهم كمان العلقة التمام وطلعوا يجروا. وبعد كده جه له واحد صاحبه من زمان وقال له انت ازاي يا عم قاعد في بيت قديم كده، انت مش هتتغير، انت دايما مش بتشوف نفسك وبتهتم بغيرك. بعد كده هنعرف ان لو كان هو السبب ان صاحبه ده يبقى غني كده بسبب مساعدته ليه زمان. وقال له انا جاي الوقت ارد لك الجميل اللي انت عملته لي، انا عاوزك تصور فيلم معايا. بس لو قال له انا بطلت الشغلانه دي ووعدت بنتي بكده. لكن صاحبه قال له اعتبرها اخر مره، دي فرصه العمر. وراح لولو حصانه وقال له احنا هنروح نصور ودي هتبقى اخر مره وبعدها هنبطل خالص. وفي الوقت ده دخلت عليه بنته وخطيبها، لكن لو راح خبى الحاجات اللي كان بيدرب بيها الحصان. لكن الحصان بعد كده فضحه وراح شالها، وبنته شافتها واتضايقت جدا جدا من ابوها وسابته ومشيت. وهنرجع للو اللي راح مكان التصوير وصاحبه بيديله بدله للخدع البصريه بدل ما يعمل المشاهد الخطر دي بنفسه ويتصاب. لكن لو قال لهم انا مش بتاع الحاجات دي، انا بعمل كل المشاهد دي بنفسي. وقالوا له كمان احنا جايبين لك حصان للخدع البصريه، فقال لهم انا وحصاني اللي هنعمل المشهد ده، انا مش متعود على كده. وصاحبه كان مستغرب جدا من ردة فعله، وفعلا اتجهز المشهد وركب على الحصان وبدأ يصور. لكن افتكر في اللحظة دي قد ايه جه على الحصان وان هو ظلمه وتعبه معاه، وبسبب كده وقف التصوير واتأسف لحصانه وخده ومشي. وبعد كده راح لبنته، وبنت اول ما شافته جريت عليه بسرعة، بس طلعت ان هي كانت بتجري على الحصان بتاعه وحضنته. وهنرجع للقضية بتاعت الحصان اللي محكمة حكمت حكم نهائي لرجل الأعمال إن هو ياخده. ولو حزن جدا جدا وراح يعرف الحصان اللي هيحصل، وهو اتأثر جدا وكان زعلان وبيعمل له حركات كده علشان يرجع يدربه يعني. لكن لو بيقول له خلاص، وبياخده بعد كده وبيوديه لرجل الأعمال، وكان حزين جدا وبدأ الحصان يضرب فيهم ومش عاوز حد يمسكه، وبدأ يجري ورا العربية اللي راكبها لو، وعمال بيهبط نفسه على الأرض حزنا عليه. فاضطر ينزل له لو وقال له وهو بيعيط ما تعملش كده تاني وارجع، انا خلاص ما بقتش محتاج لك. ومشي لو وهو منهار وحزين جدا مش مصدق انه هيروح البيت من غير الحصان. لكن بنته ما سكتتش وراحت لرجل الاعمال ده وترجته ان هو يرجع لابوها الحصان لانه مش هيعرف يعيش من غيره. وفعلا الراجل طلع قلبه كبير وخده ورجع لهم الحصان، ولو فرح جدا جدا وما كانش مصدق نفسه وحضن الحصان بعد كده وبدأ يفرجه على البيت من تاني. ورجل الأعمال قال لهم أنا كده كده كنت هرجع الحصان لأنه كان لا بياكل ولا بيشرب. ولو حضن الحصان جامد وقال له أنا مش هسيبك تاني خالص. وشكر بعد كده بنته وخطيبها على الجميل اللي عملوه معاك. وبكده يبقى انتهى ملخصنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة وتشاركونا بكومنتاتكم وتقولوا لنا رأيكم في الفيلم ده ايه. سلام.